اكيد كلكم شفتوا المراية دي واكيد عجبتكم زي ما هي عجبتني. النهاردة هشارك معاكم ازاي نعملها بابسط الامكانيات وهتطلع الشكل اللي انتوا شايفينه ده. يا رب تستفادوا من فيديو النهاردة وما تنسوش لو عجبكم تعملوا له لايك، ولو اول مرة تشرفوني تشوفوا قناتي اعملوا لها سبسكرايب. يلا نبدأ على طول ونشوف ازاي هنعملها. اللي هنحتاجه عشان نعمل الفكرة بتاعتنا النهاردة هي لوح ابلكاش بالمقاس والشكل اللي انتوا عايزينه. انا رحت للنجار قلت له عايزة قطعة ابلكاش تكون دايرة وقلت له المقاس اللي انا عايزاه واديهالي. بصوا هي المفروض شكلها كده. انا دهنتها طبقة من اللون اللي انا هستخدمه بعد كده اديني فينش حلو، والطبقة بتاعتي اللي تبان تحت تكون هي نفس اللون اللي انا مستخدماه. طب انا لازم استخدم لوح ابلكاش كده؟ لا طبعا مش لازم تستخدموه، ممكن تستخدموا كرتون يكون مضغوط يكون قوي شوية، ممكن كمان تستخدموا فرخ النصبيان وده اللي انا بفضله تعملوا بالشكل اللي انتوا عايزينه عشان فرخ النصبيان قوي جدا وبيستحمل. فدي القاعدة بتاعتنا اللي احنا هنستخدمها. الحاجة التانية اللي هنستخدمها هي الشنيمور. انا بفضل تكون الشفافة، بس الشفافة اللي لقيتها كانت متنية كده وانا ما كنتش عايزاها تكون متنية، فما كانش موجود من الطويل غير الشكل ده فجبته عادي. يعني كده كده هيدهن وهيتدار. هنلزق الشاليمو بتاعنا بايه؟ هنلزقه طبعا بغيره، انا بفضلها عشان بتبقى قوية وبتمسك اكتر. لو حابين تستخدموا مسدس الشمع ممكن تستخدموه، ومحتاجين فرشة عشان نحط بيها الغيرة. هنحدد الدايرة بتاعتنا. جبت برجل طبعا بتاع المدارس كلنا عارفينه وعملت شكل دايرة، بس حددت الاول النص بتاعي بتاع الدايرة بالبرجل، عملت حجم الدايرة اللي انا عايزاها. تمام. الخطوة اللي بعدها هنعمل ايه؟ هحط الدايرتين قصاد بعض كده، وهاجي دي الدايرة هي اللي انا هشتغل عليها. هاجي اعمل ايه؟ هجيب الغيرة وهبدأ امشي خط على الدايرة بتاعتي. هحط كمية غيرة كتير شوية. هجيب الشاليمو وهقصها اتنين شبه بعض يكونوا معايا. هاجي هنا احط واحدة، هاجي برضو هنا احط واحدة عشان يبقوا شبه بعض شوية. تمام كده. وهضغط اضغط برضو. لو انا عايزة مثلا احط هنا كده واحدة بعدها كده كده، وهضغط واحدة برضو هنا واضغط برضو هحط هنا كده. اهم حاجة ان انا اضغط كويس جدا عشان اثبتها في الغيرة وتمسك معايا كويس. بقى ماشي على طرف الدايرة اللي انا عاملاها. تمام. وبرضو هحط من هنا كده، وهكذا بقى اعمل بالشكل اللي انا عايزاه. ماشيه برضو على طرف الدايره بتاعتي لحد ما اخلص كل الدايره، ونرجع نشوف الخطوه اللي بعدها هنعمل ايه. وده الشكل النهائي بتاعها. قد ايه جميله جدا جدا. اقابلكم ان شاء الله في فيديوهات جايه مختلفه، والسلام عليكم.